السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. يوم بعد يوم يقترب شهر رمضان الكريم ويقترب الموسم الرمضاني لمسلسلات الشاشة الصغيرة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا إن شاء الله. طبعا الحلقات اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا عن عدد من المسلسلات تقدر ترجع تشوفها موجودة على القناة وبالترتيب، والمسلسل اللي جايين نتكلم عليه النهاردة وهو مسلسل ظلم المصطبة. كل اللي عايز تعرفه عن مسلسل ظلم المصطبة هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. فقبل ما نبدا الحلقه ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. مسلسل ظلم المصطبة. تعالوا الأول نتكلم ونتعرف على أبطال العمل. مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل منه مع حفظ الألقاب للجميع: إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، وعودة الفنان أحمد عزمي ومحمد علي رزق. ومسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح، قصة ومعالجة، ومحمد رجاء سيناريو وحوار. وإن المسلسل من إخراج المخرج هاني خليفة. تعالوا دلوقتي نتكلم على قصة وأحداث المسلسل. والمسلسل ظلم المصطبة هيقدم لنا ايه؟ وتتناول احداث العمل ان ازاي الحدث بيبدأ بحاجة بسيطة الى ان يصبح ازمة كبيرة. ومن المقرر خلال حلقات المسلسل اللي بيتكون من 15 حلقة ان المسلسل هيقدم لنا قصص مختلفة على مدار الحلقات، لان العمل هيتناول عدد من القصص في بعض المحافظات في محافظات مصر. وتدور احداث المسلسل في اطار الدراما الاجتماعية، وبيناقش العمل عن العادات والتقاليد والاعراف اللي بيتم الحكم بيها في الأرياف والأقاليم البعيدة عن النظر عن القانون والشرع، في إطار اجتماعي مليء بالحكايات المشوقة والمثيرة. وكانت نشرت منصة واتشد وقناة DMC وسي بي سي 4 إعلانات أو برومو قصير للأبطال، كل بطل في برومو لوحده: الفنان إياد نصار، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة بسمة. تعالوا نشوف الإعلانات دي مع بعض واسيبكم معاها ونرجع تاني. يعني كل يوم عن التاني بحس اني ببعد عنه، بحس اني مش عايزه اعيش معاه. يعني لو اتطلقت تتجوزني؟ حسابك تقيل قوي يا حسن. مبقاش يكفيني في ولا دمك ولا دم عيلتك ولا جوز اختك حتى. انت عارف اني ست محترمه وما اعملش الغلط، مش عشانك انت وبس، عشان اني ما اقبلوش على نفسي اصلا. زي ما احنا شفنا كده الاعلانات، مننا من الواضح هنشوف حاجه تقيله وهنشوف دراما عاليه جدا جدا، وده شيء اكيد طبعا موجود النجوم الكبيره والتقيله دي. طبعا مع الفنان اياد نصار اللي شفته في مسلسل صلة رحم والنهايه الغير متوقعه، الاداء الدرامي اللي قدمه لنا في المسلسل ده، ومن الواضح من الاعلان ان هو هيكون بمستوى الشخصيه اللي هتقدم لنا الاداء الدرامي. بس حسيت من الاعلام ان في دور او اداء شر او نبره شر منه. غير كده ان انا واحد من الناس اللي بحب الفنان اياد نصار جدا، واللي بشوف ان هو بيختار اعماله ومش بيقدم اي حاجه ومش بنشوفه كتير. فكل عمل بيقدمه وبيعمله يكون حاجه ناجحه جدا وبيقدم لنا حاجه كويسه بنشوفها وبنتفرج عليها اذا كان في الافلام او المسلسلات. وطبعا نيجي للفنان فتحي عبد الوهاب اللي هنفتقده في مسلسل المداح، واللي كان مقدم اداء ولا اروع، واللي كانت كل الناس تتكلم عنه في دور الشيطان او دور الشر اللي كان قايم بيه في المسلسل المداح. وطبعا معاهم الادوار النسائيه الفنانه ريهام عبد الغفور والفنانه بسمه، اللي بقالنا فتره من ساعه ما رجعت وهي بنشوفها بتقدم اداء عالي. خلال الاعلان او اللي جمعته من الاعلانين بتاع اياد نصار وفتحي عبد الوهاب، من الواضح ان هم هيكونوا الشخصيتين اللي بيواجهوا بعض في المسلسل. وطبعا زي ما قلت ان كانت اخر اعمال الفنان اياد نصار في مسلسل الموسم الرمضاني اللي فات صلة رحم، اللي كان برضه بيناقش قضيه مهمه جدا. طبعا اللي كان في الناحيه التانيه المخرج هاني خليفه، مخرج ظلم المصطبة، كان قدم لنا برضه في رمضان اللي فات مسلسل بدون سابق انذار، طبعا اللي كان برضه شد الناس وعجب ناس كتير جدا. طبعا المسلسل بدون سابق انذار كان نزل في النص التاني من رمضان. طبعا متحمس لمسلسل ظلم المصطبة واكيد هتابعه. اذا كان هينزل في الجزء الاول من رمضان اكيد هتفرج عليه من اول يوم. انا متحمس جدا اشوف التجربه دي. انا بحب من النوعيه دي من الاعمال. كل التوفيق لنجوم وابطال العمل ده، اتمنى لهم التوفيق واتمنى ان هم يقدموا لنا حاجه كويسه تعجب الناس. وبس كده نكون اتكلمنا عن كل حاجه ليها علاقه بمسلسل ظلم المصطبة. اتمنى تكون الحلقه عجبتك، فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمني، تعمل لايك، تشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقه الجايه. سلام.